يلا نعمل النهاردة السبرينج رول بأسهل طريقة في البيت. معايا 5 فصوص توم مهروسين في معلقتين زيت، بصلة مخرطة صغير بقلبهم لما يصفروا فاتح قوي، وانزل بجزرة مقطعة رفيع جدا بقلبها دقيقتين ل3 دقايق. لما الجزرة تطرى بسيط بنزل بكمية كوبايتين أو 3 كرنب مقطع رفيع برضو قوي، بقلبه لمدة دقيقة كده، وبكون مجهزة على جنب 2 بصل أخضر مقطعاه برضو رفيع. البصل الأخضر يا جماعة بيدي طعم حلو جدا للسبرينج رول. بقلبه كده وبرش ذرة ملح كده أدوقه، برش ملح بسيط قوي، بقلب وبنزل بمعلقة صويا صوص فاتح، تقليبة برضو لمدة دقيقة. وبعدين بيكون معايا على جنب معلقتين مية مدوبة فيهم معلقة صغيرة نشا، بقلبها حلو وبقلبها على الخليط بتاعي وبقلب دقيقة، بيخلي المجموعة بتاعتي تربط كده مع بعض. ببردها ويلا بينا. معايا باكو سبرينج رول جايباه من السوبر ماركت، ومعايا معلقتين دقيق في معلقتين مية بقلبهم عشان ألزق بيهم حرف ورق السبرينج رولز. حطيت معلقة كبيرة من الخضار بتاعي، شايفين يا جماعة بقفل ازاي عليه، وبدهن حروف الورقة بمعجون الدقيق بتاعي علشان يلزق الورق معايا وما يفكش مني. بدهن الحروف كده، وبعدين بتني حرف السبرينج رول من ناحيتين وبقفلها كويس قوي، بضغط عليها حلو علشان تبقى ماسكة وعاملة الاسطوانة حلو مقفولة. برضو حوريكم طريقة، هي نفس الطريقة، نعيد تاني علشان تحفظوها. حرف الورقة بقفله بمعجون الدقيق وقفلة الناحية بتاعت الخضار كويس، بتني الورقة شايفين ازاي كده، بقفلها حلو وببرمها كويس مضغوطة، والدقيق بتاعي لازق لي حروف الورق. هوريكم بقى طريقة تانية. بجيب المربع من غير ما اعمله على شكل تراينجل ولا حاجة، بدهن الحروف وبقفل بالطريقة دي على الخضار بتاعي، وبقفل الجناب زي لفة ورق العنب يا جماعة لو تاخدوا بالكم اهو. بقفل حلو وببرم برضو الورق ازاي كده. وريتكم الطريقة التانية. انا خلصت السبرينج رولز جاهز. يلا في زيت سخن نار متوسطة بنزل بالسبرينج رولز بتاعي، كل ناحية هتاخد تقريبا 3-4 دقايق. لما اول ما الاقي اللون ذهبي بقلبها على الوش التاني، ولما يخلص بكون مجهزة طبق عليه ورق، بطلع عليه السبرينج رولز وبغرفه في طبق الغرف، وبحط جنبيه بفضل صوص السويت اند شيلي اللي وريتها لكم قبل كده في فيديو ليا. يا ريت تجربوها وقولوا لي رأيكم واعملوا لي